السلام عليكم، ازيكم يا طلاب اولى اعدادي. النهارده هنحل اختبار على درس تركيب الذره. بما اننا شرحناه فهنختبر فهمنا، ويلا حلوا معايا الاسئله ديت، واي سؤال قبل ما اجاوب اجابته وقفوا الفيديو جاوبوا عليه الاول شوفوا مستواكم ايه. اول حاجه اتش اي يرمز للعنصر الهيليوم. احنا قلنا ذرات عناصر هنحفظها كده، وده كان من ضمنهم. تمام. بينما رمز الكلور طبعا سي ال، سي كابيتال ال سمول، لان زي ما قلنا لما بنيجي نكتب عنصر من حرفين الحرف الاول كابيتال والتاني سمول. وحدة بناء وتركيب المادة هي الذرة، دي شرحناها بشكل جميل ومبسط في الدروس اللي فاتت، ممكن تتفرجوا عليها لو ما كنتوش اتفرجتوا. يستخدم عنصر لتقوية جذور النبات، قلنا عنصر البوتاسيوم او النيتروجين او الفوسفور، ودوت برضه كنا شرحناها في الجزء اللي فات وقلت لكم احفظوها لانها بتيجي في الاسئله. شحنة البروتون بتكون موجب واحد. هي مناطق وهمية تدور فيها الإلكترونات حول النواة، قلنا مستويات الطاقة. أي حاجة تدور فيها الإلكترونات هنقول مستويات الطاقة على طول. يعتبر أول نموذج على أساس تجريبي للذرة يعتبر نموذج رذرفورد، لأن زي ما قلنا العالم رذرفورد هو أول واحد عمل نموذج للذرة على أساس تجريبي، لكن أول واحد عمله على أساس علمي كان العالم دالتون. لازم نفرق بين كلمة تجريبي وعلمي. تجريبي يبقى رذرفورد، علمي يبقى العالم دالتون. ماذا يحدث لطاقة الإلكترون عند الابتعاد عن النواة؟ هنقول تزداد طاقة الإلكترون، لأنه كلما بعدنا عن نواة الذرة تزداد طاقة الإلكترون. يعني من الآخر كل ما مستوى الطاقة بيزيد كل ما طاقة الإلكترون بتزيد، لأن طاقة الإلكترون بتساوي طاقة مستوى الطاقة اللي هي واقعة عليه. ضع علامة صح أو غلط مع تصحيح الخطأ. تمام. اف اي هو الرمز الكيميائي لعنصر الحديد. إجابة خاطئة. المتسرع هيعملها صح. ليه إجابة غلط؟ لأن الإي هنا كابيتال والمفروض تكون سمول. قلنا لما يكون من حرفين الحرف الأول كابيتال والتاني سمول يبقى غلط، وهنعمل بدل الإي كابيتال تبقى سمول. العدد الذري وعدد البروتونات السالبة غلط طبعا، لأن عدد البروتونات هنقول الموجبة. تمام. تعتبر النيوترونات موجبة الشحنة. إجابة خاطئة، لأن النيوترونات متعادلة الشحنة ليس لها تأثير. يمكن أن يتحمل مستوى الطاقة الأول 8 إلكترونات. غلط. مستوى الطاقة الأول اللي هو كي بيتحمل إلكترونين بس. تمام. اللي مش عارف يجاوب على الأسئلة دي يا شباب، الأسئلة ديت جميلة جدا وممكن تبقى موضع امتحان في آخر السنة. دي كل الأسئلة شاملة الدرس ولما كله، فذاكروا كويس الدرس، واللي ما اتفرجش على الفيديوهات بتاعت شرح الدرس يتفرج عليه إن شاء الله هيبقى الدنيا مبسطة معاه. ليه الذرة متعادلة الشحنة الكهربية؟ هنقول لأن عدد البروتونات الموجبة في نواة الذرة، عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة. بس ديت كلها كانت من حفظ المرة اللي فاتت. نكمل. بيقول لك اكتب المصطلح العلمي. الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري هو النيوترونات. ديت كنا برضو شرحناها الحصة اللي فاتت. عنصر ضروري لنمو نبات صحي البوتاسيوم او النيتروجين او الفوسفور، ممكن تكتب اي واحد فيهم. عنصر لا يحتوي بداخله نيوترونات هو الهيدروجين، لانه هو ابسط عنصر في الطبيعة. اذكر السبب. صنف العلماء العناصر الكيميائية الى رموز. ليه؟ هنقول لتسهيل كتابة العناصر الكيميائية وتبسيطها. تمام. كل ده بالفهم. اكتب التوزيع الالكتروني لذرات العناصر الاتيه. هو هنا في غلطه هنا معلش يا شباب، ان ايه المفروض تكون 11 مش 10، فهنقول الكي فيها 2 والال فيها 8 والام فيها 1. كل مجموعات الصوديوم، كل الصوديوم بينتهي بالكترون واحد. الكالسيوم 20 هنقول كي ال ام ان 2 8 8 2، وهيبقى مستوى الطاقه الاخير فيه الكترونين بس. اختر الاجابه الصحيحه. العنصر الذي عدده الذري 13 يكون عدد بروتوناته 13 برضه، لان عدد البروتونات قلنا انه بيساوي العدد الذري. كي 20 يكون عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير، هنقول 2 لسه احنا حلينا فوق. شحنه البروتون بتساوي شحنه في العدد وتختلف معاه في النوع. شحنه البروتون قلنا بتساوي شحنه الالكترونات. عرف كل ما للذره هي وحده بناء الماده. العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات الموجبة زائد النيوترونات متعادلة الشحنة. الأسمدة هي مواد عضوية ضرورية لنمو نبات صحي. ليه علل؟ يعني ليه تهمل كتلة الإلكترونات عند حساب كتلة الذرة؟ هنقول لضآلة كتلة الإلكترونات إذا ما قارنت بكتلة نواة الذرة. وكده يا إخواتي احنا كده خلصنا شرح درس تركيب الذرة وحلينا كمان أسئلة عليه. ذاكروا الدرس كويس وحلوا الأسئلة ديت، وقولوا لي انتوا حليتوا كام سؤال صح في الكومنتات، وإن شاء الله هنشرح بعد كده درس الجدول الدوري بإذن الله.